بيحبني، فين الاماره؟ فين الدليل؟ ده بيقول لك روحي. فما بالك ان هو بيقول لك يا بارده، هو عايز يقول لك كده يا بارده روحي اتجوزي راجل تاني. بدأنا هو نتكلم على الشات، هو تقيل في نفسه كده يعني فاهمه اللي هو بالظبط. وانا برضو تقيله في نفسي. انا حاسه ان هو بيحبني بس مش عاوز ينطق بحاجه. كنت بكلمه امبارح ان في عريس متقدم لي، رد عليا رد مستفز. يا رضوى قال لي صلي استخاره مش يمكن ترتاحي له. يا لهوي يا لهوي، انا بحبه يا رضوى ومش عارفه اعمل ايه. هو شخصيه محترمه جدا وكويسه، انا مش عاوزه اخسره. اعمل ايه عشان اخليه يعترف؟ واحد بيقولك اعملي استخاره بالظبط. يمكن ترتاحي الراجل تاني. يعني انتي كبة وهم على قلبي، وان شاء الله ياكلك ويشرب وراكي زير ميه. صح. ولي يا ولد انت يا ولي يا بتاع القلالولو، ها ايه يا ولي؟ يعني هو كويس ومحترم، ما اختلفناش، ما قلناش ان هو يعني ما قلناش، لكن هو ما بيحبكيش، مش عايزك. قابل الراجل اللي بيحب واحده ست او اي واحده بنت لا يقبل عليها الهوى، ما يقبلش ان حد يبص لها في الشارع اصلا. فما بالك ان هو بيقول لك يا بارده، هو عايز يقول لك كده يا بارده روحي اتجوزي راجل تاني. وانا متاكده ان هو بيحبني. انت جبتي الكلام ده، انت يا امي جبتي الكلام ده، دي اشاعات مغرضه. انت البنات بتقعد بيحب ما فين الاماره؟ بيحبني، فين الاماره؟ فين الدليل؟ ده بيقول لك روحي اعملي استخاره علشان تروحي تتجوزي راجل تاني. يعني امشي يا كبه من حياتي، تعملي ايه يا كبه في حياته انت؟ ده يتبلك صح. او ما يتبلكش، ده يتعامل معامله الكاسات في نيش ماما. عارفه ليه بتقعد تفضل قاعده كده مطربه وب 100 سنه بس ما حدش بيستخدمها وهي قاعده وخلاص، ولا عملت استخاره وعجبني وتصدق مش سي قوي على النصيحه وتصدق هتجوزه وما خلاص انتهى. قرر في 60 ده خلاص.